خلينا نرجع للحظة مفصلية سنة 2009. برشلونة بيب جوارديولا، الفريق اللي كتير اعتبروه أعظم فريق لعب كرة قدم حديثة، يكسب السداسية ويدمر ريال مدريد في البرنابيو في كلاسيكو 6-2 ويقدم كرة قدم لدرجة إن حتى بعض مشجعي ريال مدريد اعترفوا إنهم بيتفرجوا على حاجة غير عادية. في اللحظة دي لو سألت أي حد مين الأقوى، الإجابة واضحة. لكن بعد ما عدت السنين ورجع ريال مدريد وسيطر أوروبيا، وبعد ما كسب دوري الأبطال في 2014 و16 و17 و18، فجأة السردية اتغيرت وبقى في ناس كتير بتتكلم كأن مرحلة برشلونة دي كانت جميلة بس ناقص، لان ريال مدريد في الاخر هو اللي عنده الرقم الاكبر، وهو ده جوهر المغالطه، انك تستخدم الانجاز كانه دليل على كل شيء مش نتيجه لظروف وازمنه وسياقات مختلفه. لما حد يقولك ان ريال مدريد اعظم من برشلونه عشان عنده دوري ابطال اكتر، هو كده مش بيحلل الكلاسيكو، هو بيقفل باب التحليل اصلا، كانه بيقولك ما تبصش للماتشات، ما تبصش للفترات، ما تبصش للتفوق المتبادل، لا بص على الرقم اللي مكتوب في الاخر. اهم حاجه النتيجه النهائيه، بس في الحقيقه الكلاسيكو عمره ما كان خط مستقيم، دايما موجات. في فتره من 2008 ل 2012 برشلونه كان الفريق الاقوى بشكل واضح، بيكسب ريال مدريد في الدوري وفي الكاس وفي دوري الابطال سنه 2011، وبيكسبهم بطريقه خلت ريال مدريد نفسه يغير هويته ويجيب جوزيه مورينيو. ما راح فين جوزيه مورينيو؟ بس جايبينه مش عشان ينافس في اوروبا، لا جايبينه علشان يوقف برشلونه، وده بيبين لك ان مش دايما التفوق مرتبط بالكاس اللي في الاخر، لكنه مرتبط باللحظه اللي انت بتفرض فيها نفسك على خصمك.